الدكتور محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان. دكتور مساء الخير. تهدف لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني إلى تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. ما أهمية هذا التوجه للأجيال القادمة؟ بلا شك يمثل هذا التوجه أهمية كبيرة في مملكة البحرين، لأن الدول تبنى عن طريق ذاكرتها الوطنية وبقدرتها على حفظ هذه التجارب والظروف والتحديات الكبرى اللي تمر فيها ونقلها بصورة صحيحة إلى الأجيال القادمة. ومثل ما نعرف أن الذاكرة الوطنية هي عنصر أساسي في بناء الهوية الوطنية وتعزيز القيم للانتماء للوطن. ومن هذا المنطلق نقدر نقول أن أهمية إصدار الأمر الملكي بإنشاء لجنة لتوثيق ملحمة الصمود الوطني، لأن هذا الأمر الملكي يعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى حفظ هذه المرحلة لتبقى الوقائع والأحداث موثقة ومعروفة للأجيال القادمة، بعيدا عن أي محاولة للنسيان أو التشويه أو أي روايات غير دقيقة. والأجيال القادمة اللي معايشة مثل هذه الأحداث مهم جدا أن يتم نقل الصورة الواضحة والكافية والمتكاملة لها بطريقة موثقة ورسمية. لذلك المسؤولية الوطنية تستلزم أن تقدم لهم الرواية الموثقة اللي تبين شلون الدولة بمؤسساتها والمجتمع والمواطنين شلون تعاملوا مع هذه الظروف، وشلون كان تلاحم بين القيادة والشعب، وشلون وقف الجميع صف واحد في مواجهة هذه التحديات. لأن هذه المواقف تمثل دروس واضحة وعملية في المواطنة والوحدة الوطنية، وتعزز عندهم أيضا الثقة بأن الدولة ومؤسساتها قوية وقادرة على تجاوز أي تحديات بروح الوحدة والتماسك. نعم دكتور، يشكل التوثيق الوطني ركيزة مهمة في حفظ التاريخ الوطني ونقل الحقائق والوقائع بصورة موثقة. كيف يمكن أن يسهم عمل اللجنة في تحقيق هذه الأهداف؟ نعم، من الناحية العملية اللجنة ستعمل على جمع وتوثيق مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الملحمة الوطنية، بما في ذلك المواقف والقرارات والجهود اللي قامت فيها مؤسسات الدولة، وأيضا صور التكاتف المجتمعي اللي تجسدت في وحدة القيادة والشعب. وهذا راح يساهم في بناء أرشيف وطني موثوق يمكن الرجوع له في المستقبل. ومن اللافت أيضا أن أهداف اللجنة ما تقتصر على مجرد حفظ الماضي في الأرشيف وفي السجلات، وإنما تتجاوز ذلك إلى تحقيق الاستفادة من هذه التجربة الوطنية الملهمة. فاللي مرت فيه البحرين يشكل محطة مهمة في تاريخها الحديث، ومن المهم أن تنقل هذه التجربة إلى الأجيال القادمة بصورة صحيحة، وأن تحول إلى مادة تثري مناهج المواطنة والبرامج التعليمية والبحوث العلمية والمحتوى الإعلامي. وهذا بلا شك راح يعزز وعي الأجيال بتاريخ البحرين وبكيفية تعاملها مع هذه التحديات. والبحرين ولله الحمد كغيرها من الدول الناجحة ما تكتفي بمجرد تجاوز الظروف الاستثنائية، إنما تحرص على دراسة هذه الظروف والاستفادة منها. والبحرين كانت دائما تخرج من التحديات أكثر قوة وتماسك وازدهار. لذلك من المتوقع أن توثيق ملحمة الصمود الوطني راح تتضمن استخلاص الدروس والعبر وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، وتحويل هذه التجربة إلى مصدر للمعرفة والإلهام، بما يعزز ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم، ويساهم أيضا في بناء مستقبل أكثر قوة وثقة واستقرار. بلا شك. الدكتور محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.